قالت رئاسة المجلس الوطني للحزب إنها تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسم مهام رئاسة جماعتين تربيتين. وفي هذا الصدد أكدت رئاسة المجلس الوطني وفق بلاغ للحزب توصل موقع أخبارنا بنسخة منه أن المكتب السياسي للحزب سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به. وكانت الغاية من الإجراء المذكور عدم التشويش على مسار البحث والغاية الحقيقية التي يوثق الوصول إليها وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية. كما أضاف البلاغ أن مؤسسات الحزب استحضر منها لمواقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة الممارسات للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنية ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنفي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون والسيادية هذا الأخيرة، كل ذلك إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية. إن المجلس الوطني يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وإنهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين، وهو ما يقدم دليل آخر على أن الحزب ليس ميلادا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه.